السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مشوار لاعب على قناة الكرة مع محترم. النهاردة يا جماعة هنتكلم على الكابتن مجدي عبد الغني، صاحب أشهر هدف في تاريخ الكرة المصرية في كأس العالم 90 أمام هولندا. من أكثر المحللين والإعلاميين إثارة للجدل مجدي عبد الغني الذي تألق مع النادي الأهلي من سنة 79 لسنة 88، والذي تألق أيضا في الدوري البرتغالي من سنة 88 لسنة 92. مجدي عبد الغني يا جماعة فعلا كان لاعب كبير داخل الملعب، كان لاعب كبير. يلا بينا نسمع حكاية مجدي عبد الغني. ولد مجدي عبد الغني في 27/7/1959 بالقاهرة. نشأ في عائلة رياضية مما ساعده على الانخراط في عالم كرة القدم مبكرا. التحق بقطاع الناشئين في النادي الأهلي حيث أظهر موهبة مميزة في وسط الملعب. تم تصعيده للفريق الأول بالأهلي في أواخر السبعينات، وسرعان ما أصبح من العناصر الأساسية للفريق. كان يتميز بقدرته على قراءة اللعب وامتلاك رؤية مميزة داخل الملعب، مما جعله لاعبا لا غنى عنه في تشكيل الأهلي. تألق مع الأهلي من سنة 79 لسنة 88. حصد مع النادي الأهلي 6 بطولات دوري مصري و4 ألقاب من كأس مصر. ساهم في تتويج الأهلي بدوري أبطال أفريقيا 82. كان أحد أبرز لاعبي الوسط في تلك البطولة. تألق بأهدافه الحاسمة وتمريراته الدقيقة، مما جعله أحد أبرز نجوم الفريق خلال الثمانينات. كان معروفا بقدرته على تسجيل الأهداف من مسافات بعيدة، حيث امتلك تسديدات قوية ودقيقة. أصبح قائدا للفريق في سنواته الأخيرة، وكان دوره القيادي واضحا في غرفة الملابس. ثم احترف في البرتغال من 88 ل 92. خاض تجربة احترافية مع نادي بيرمار البرتغالي ليصبح من أوائل اللاعبين المصريين المحترفين في أوروبا. قدم مستويات جيدة في الدوري البرتغالي، مما ساهم في زيادة خبرته وتطوير أدائه. رغم صعوبة تجربة الاحتراف، استطاع مجدي عبد الغني أن يثبت نفسه ويقدم أداء مشرفا. واجه تحديات كثيرة في التأقلم مع أجواء أوروبا، لكنه استمر في إثبات ذاته. عاد إلى مصر بعد انتهاء مشواره الاحترافي ليبدأ مرحلة جديدة في مسيرته الكروية. كان أحد نجوم مصر في كأس العالم بإيطاليا سنة 90. سجل هدف مصر الوحيد في المونديال من ركلة جزاء ضد هولندا، ليصبح أول لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم. رغم خروج المنتخب من دور المجموعات، ظل هذا الهدف جزءا من الذاكرة الكروية المصرية. كان أحد نجوم منتخب مصر في كأس العالم بإيطاليا 90. سجل هدف مصر الوحيد في المونديال من ركلة جزاء ضد هولندا، ليصبح أول لاعب مصري يسجل في تاريخ كأس العالم. رغم خروج المنتخب من دور المجموعات، ظل هذا الهدف جزءا من الذاكرة الكروية المصرية. اعتبر الكثيرون أن هذا الهدف كان من اللحظات التاريخية للكرة المصرية، حيث جاء أمام واحد من أقوى المنتخبات العالمية في ذلك الوقت. دائما ما كان يذكر هذا الهدف في مناسبة تخص الكرة المصرية. وأصبح مجدي عبد الغني أحد أشهر الأسماء المرتبطة بكأس العالم. بعد الاعتزال في أوائل التسعينات لم يبتعد عن الكرة المصرية. شغل عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، كان له دور في إدارة الكرة المصرية. أصبح من أبرز المحللين والإعلاميين في مجال الرياضة. اشتهر بتصريحاته الجريئة وأسلوبه المميز. تواجد بشكل مستمر في البرامج الرياضية. كان معروفا بحسه الفكاهي وتصريحاته المثيرة للجدل. رغم بعض الانتقادات التي تعرض لها، إلا أنه ظل شخصية محورية في الإعلام الرياضي المصري. لما نقول مجدي عبد الغني لاعب استثنائي، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ الأهلي والكرة المصرية. سجل هدف مصر الوحيد في كأس العالم 90 ليصبح جزءا من التاريخ. ساهم في تتويج الأهلي والمنتخب بالعديد من البطولات الكبرى. من أوائل المصريين الذين احترفوا في أوروبا، مما فتح الباب أمام أجيال لاحقة. شخصية قوية ومؤثرة داخل الملعب وخارجه، جعلته من أكثر اللاعبين حضورا إعلاميا بعد الاعتزال. مجدي عبد الغني ما كانش مجرد لاعب وسط مميز، بل كان جزءا من جيل ذهبي صنع تاريخ الكرة المصرية. ورغم اعتزاله منذ سنوات طويلة، لا يزال اسمه حاضرا في الأحاديث الكروية، سواء بإنجازاته داخل الملعب أو بشخصيته القوية خارج الملعب. وبفضل هدفه الشهير في كأس العالم، سيظل في ذاكرة الكرة المصرية. مجدي عبد الغني يا جماعة كان لعيب حدوتة
محطوطه في نص الملعب من افضل لاعبين خط الوسط اللي جت في تاريخ الكره المصريه، من ضمن اللاعبين اللي كان بيتقال عليها لاعب بثلاث رئات. سيظل مجدي عبد الغني من ابرز لاعبي خط الوسط اللي جم في تاريخ الكره المصريه، اللاعب الذي كان يمتاز بتسديداته القويه من مسافات بعيده، صنع المجد مع الاهلي، صنع المجد مع منتخب مصر، من اكثر اللاعبين اللي رفعوا اسم مصر حاليا في الاحتراف. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واعمل شير، وما تنساش تقول لي رايك، هل يستحق مجدي عبد الغني ان يكون افضل لاعب وسط جه في تاريخ الكره المصريه؟ عايز اسمع رايك في الكومنتات. رمضان كريم.